الفكره بس يا عم صاحي ان صلاح يا عم كل بس ستوب بعد اذنك في كده. إيه؟ بس يا عم بلاش تهريج. هو ايه ده في راح فين يا يا ابني؟ عم فكك مني. يا ابني تعالى خلينا نكمل يا ابني. فاكس بقى. ايه هو اللي فاكس؟ انا جايب 50%. ده انت انا جايب 50% بس ما عادش الشرطه، لا كان الاهلي باعه وكان زمانه النهارده بيلعب في سيراميكا كليوباترا. ابناء العاملين ابناء العاملين. اللي عمله مسوحي ده هل هو اخترع العجله من جديد؟ احنا عرفنا بجواب المره عشان اوفا يلعب. مشجعين الكوره في كل مكان احلى مسا عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من جوهري وصاحي، بس المره دي مع فضيحتنا في افريقيا. فخلينا نمثل على عم صاحي. صباح الفل يا عم مسيحو، احلى مسا عليك. منور الدنيا وخرجنا وكلنا خرجنا، ولا تعايرني ولا عايرك، ده الهم طايرني وطايلك. صح يابا. هنتكلم النهارده عن اسباب خروج منتخبنا، ايه اللي حصل وايه الفضائح اللي احنا عملناها دي وايه اللي جوه اللي بتخش فينا بالاوتاد دي. وهنتكلم شويه عن برضو المنتخبات العربيه واداء المنتخبات العربيه اللي فجاه يعني حتى المغرب اللي كنا حاطين عليها الامل راحت سته الحته. ونتكلم عن اتحادنا الجميل اتحاد الكره الحبيبي حبايبي والله كابتن خالد الدرندلي منور يا باشا منور. فكفايه رغي لحد كده ويلا بينا نخش في المعمعة. في البدايه كده قبل ما نتكلم في الكوره ومنتخبنا وقرف منتخبنا، خلينا الاول نبارك لرجاله اليد على البطوله اللي خدناها، بطوله افريقيا لرجال اليد، وكانت معموله في مصر والحمد لله منتخبنا قدر يكسب. فلازم نبارك لرجاله اليد ونقول لهم الف مبروك، رافعين راسنا دايما سواء في افريقيا او في بطولات العالم. حقيقي فعلا. مبروك على الرجاله الحقيقيين. صح. كرة اليد طول عمرها اكتر من الكوره. لا دايما بيفرحونا. وفقا دايما. 3 افريقيا ورا بعض. اخر 3 بطولات متتاليه. وفي كاس العالم دايما بيعمل اداءات، وفي البطولات الدوليه عموما انت دايما معروف منتخب مصر منتخب تقيل في اليد. بالظبط. عارفين ليه؟ عشان ما عندهمش رعايه، ما عندهمش فلوس، مفيش اعلانات ومفيش عقود ومفيش هات ده من هنا وودي ده هنا وكوبري هنا، مفيش الكلام ده. الناس دي عشان ما بتاخدش مرتبات عاليه، فبالنسبه لهم هم بيلعبوا لسه بيلعبوا اللعبه للعبه عشان عايزين يلعبوا. وبدليل اللي اقول لكم عليه هتلاقي في لعيبه كتير قوي من الاهلي بتروح الزمالك ومن الزمالك بتروح الاهلي، ولا جماهير ده بتزعل ولا جماهير ده بتزعل، لان دايما اليد ولاد وعندك اجيال بتسلم اجيال بيلعبوا في بطولات العالم. انا مش هنسى البطوله اللي كانت في فرنسا، مش فاكر كانت 2001. برافو عليك. مش هنسى كابتن حسين زكي وهو بعد ما حط اخر جون وخلاص فاضل ثواني وهو بيجري بيقول للحكم التايم عشان نلحق نلعب اللعبه اللي بعدها. وللاسف ساعتها خسرنا وكان في تحيز شديد لفرنسا. حقيقي. لا بس هو منتخب اليد بصراحه من الفرق المنتخبات القويه جدا على مستوى العالم. يعني احنا بطوله انت عارف احنا خدنا دي تسعه تسعه يا جماعه كده. يعني منتخب اليد دايما زي ما بقول لك حتى في البطولات العالميه احنا ما بنتكلمش على المستوى الافريقي. المستوى الافريقي منتخب مصر مسيطر سيطره تامه مكتسح الاخضر واليابس. انديه ومنتخبات بالظبط. كنت اقول لك انديه ومنتخبات، احنا ما بنسميش على اليد. لو بصيت بقى مؤخرا هتلاقي على المستوى العالمي بطولات الناشئين احنا واخدين مراكز وعاملين ارقام محترمه جدا في البطولات العالميه. مش بتكلم على المستوى الافريقي زي ما كنت بقول لك. فلا منتخب اليد عندنا لعيبه محترفين كتير في انديه كتيره، في انديه كبيره جدا بره اوروبا. يحيى خالد رايح باريس سان جيرمان خلاص. لا عندنا كذا لعيب، كذا حته فرده تقيله. عندنا الدرع، كذا فرده عندنا يحيى خالد، عندنا سند، عندنا سيف الدرع، وخلي بالك وعلي زين عندنا ممدوح هاشم. عندنا برضو اللي فاجئني جدا البطوله دي بصراحه احمد عادل اللي هو لعيب الدايره بتاع الاهلي. ده فاجئني. لا احمد عادل جامد من زمان. بص انا ما كنتش لا مش عارف بس يا صاحبي بيستلم بشماله ويلف ويشوط. بالظبط. يستلم بشماله ويلف ويشوط بشماله من غير ما ينقل الكوره. خلي بالك لعيب دايره اشول في كره اليد قليل، دي قليله وبتبقى متعبه للمدافعين. وعندنا جوان كاتونجا ومحمد علي طيار، دايما عندنا جوان الاونطاجي زمان حماده النقيب. فنبارك لرجال اليد وما تنسوش تكتبوا لهم في الكومنتات وتدعموهم دايما وعرفوهم ان احنا بنحبهم. يلا بينا نخش في الكوره ونشوف ايه اللي حصل في منتخبنا. احنا خسرنا من الكونغو في ماتش. الواحد كان عنده امال ان المنتخب يشد ويقف وقفه رجاله ويلعب ويستقتل.
هو الصراحه اللعيبه، في لعيبه كتير استقتلت في الملعب وجابت اخرهم، بس غلطنا غلطات ساذجه جدا جدا. انا الجون التاني اللي دخل فينا ده، كارثه، يعني يا ريت بعد فضيحه. اذنك يا هشة واحنا بنتكلم حط لنا الصوره بتاعت الجون واحنا بنتكلم. بصوا كده يا جماعه، في 5 أو 6 لعيبه واقفين باصين للحكم، والحكم حكم الرايه رفع الرايه، والحكم صفر وشاور، يعني خلاص اللعبه از اون، جيم از اون، العب. وانت يا باشا بتبص للحكم وعمالين تشاوروا له. الواد لعب الاوت، هوب تاتش، حط جون. يعني متعودين على كابتن ابراهيم نور الدين وجهاد جريشه. يا باشا ولا اي حد، ما فيش اي حد يعمل كده. امبارح كنت بتفرج على ماتش ارسنال ونوتنجهام فورست، اتلعب في جون دخل من الاوت، الجون بتاع خيسوس، جابرييل خيسوس، اتحط من الاوت، اتلعب له الاوت بسرعه، ده كده اتلعب الاوت بسرعه، واللعيبه طبعا مركزه وبتجري معاه، بتجري معاه، بس هو من زاويه ضيقه قوي من على خط الكورنر شاطها دخلت من تحت رجلين الجون، ما بين رجليه. وده كده هم مركزين، يعني الناس بتجري، ممكن يخش فيك جوان من الاوت، بس مش كده، مش بالمنظر ده. انتوا لعيبه دوليه، ازاي؟ ازاي؟ ايه ده؟ في لعيبه جابت اخرها، انا معاك، في لعيبه جابت اخرها، بس فيتوريا صراحه، يعني فيتوريا قبل البطوله كان بيلعب كوره، وفي البطوله دي بيلعب كوره ثانيه خالص. يعني ما اعرفش بقى في ايه. ما انت ايه تفهمش. رايك؟ ايه سر اللي حصل ده؟ يعني ازاي طموحاتنا عليت كده؟ صحيح احنا طالعين ب3 تعادلات وعارفين ان احنا لاعبين وحش، بس كان عندنا امل ان احنا في النوك اوت، كعادتنا منتخب مصر في النوك اوت بيتحول، اول ما بيصعد خلاص بيبقى جاهز، انا هكسب. ده حقيقي. بص، هو احنا كان عندنا سقف الطموحات عالية قوي بعد ما تأهلنا بسيناريو درامي من دور ال من دور ال من دور المجموعات. دخلنا دور ال 16 النوك اوت، بتلاعب كونغو الديمقراطية، تطلع من دور ال 16 تلاقي في دور الثمانية مستنيك غينيا غينيا، الاستوائية او ولا غينيا، غينيا. وغينيا اللي كسبت. فانت بتتكلم في ان انت مبدئيا على الورق انت سيمي فاينل مستريح. استريح. مستريح. واقول لك على حاجه، انت لو وصلت سيمي فاينل، مش هقول لك يا عم وصلت فاينل، بس لعبت على الاقل ثالث رابع. مش ده اللي انت بتدور عليه، بس مش هيبقى قطعت المربع، وصلت مش المربع. مش هيبقى الموضوع اسمه فشل. هتبقى انت ما وصلتش لهدفك، بس انت ما فشلتش. هيبقى عندك لسه استعداد او حاجه تبني عليها تكمل بيها لتصفيات كاس العالم اللي جايه. هيبقى في بارقه امل من الاخر ان انت تكمل. ضحكتني والله. ايوه، انت هيبقى عندك حاجه تبني عليها مع فيتوريا. لكن انت بالمنظر اللي انت فيه دلوقتي، قول لي ما انت هو ازاي غير تكتيكه خالص. قول لي انت ازاي الناس هتتقبل اصلا فكره ان فيتوريا قاعد من دلوقتي لحد ما تبدا تصفيات كاس العالم؟ انت بس ايه، مبدئيا انت عارف هو عقده ينتهي امتى؟ عقده 4 سنين بعد كاس بعد العالم بعد 26. صعدنا لازم يصعدنا كاس العالم، بص عقده حته. فيه شرط انه يصعد كاس العالم 26. لا، ده انا هقول لك على حاجه بقى. حته عقده دي والشرط الجزائي والكلام ده كله، عقده لسه مبدئيا في لحد 2026. لسه في 3 سنين، بنتكلم في 3 سنين، 4 5 26. تمام. عقده في شرط جزائي بيبقى يعني بيتاكتف امتى، او بيبقى قابل تنفيذ او للتفعيل التفعيل. امتى؟ بعد بدايه بطوله افريقيا. يعني هو لحد بطوله قبل افريقيا ما تبدا، لو هو خلاص نهى عقده، مش كان هتدفع له ممكن حاجه، يمشي، مش هتدفع له جنيه. بس تمام. بعد البطوله خلاص بعد قاعد البطوله، لغايه كاس العالم. مجرد ما البطوله بدات، تمام، انت قاعد معانا كده كده لحد لغايه كاس كاس العالم. العالم. طب انت عايز تمشيه شرط 3 جزائي اشهر. 3 اشهر. انت كملت الشرط للاخر بقى. إيه؟ انت 3 اشهر بموافقه الطرفين. يعني كمان ممكن ما يرضاش. يعني لو هو مش موافق، اديني عقدي كله. بس كده. اكتبوا لي رايكم في العقد الجميل من اتحاد الكوره، احنا بالظبط. نخلي اتحاد الكوره للاخر. احنا جميل، هنتكلم في بالظبط. المنتخب وبعدين بالظبط. المنتخبات العربيه، زي ما قلت لكم كده، هناخد منتخبنا الاول وبعدين هناخد نبذه عن المنتخبات العربيه واللي حصل لها، واتحادنا بقى نتكلم فيه في الاخر خالص. بالظبط. ده يعني مش عايزين نرجع لموضوعنا فعلا خلينا في الاساسي. المنتخب. احنا خرجنا ليه؟ المنتخب كونغو فريق قوي، انا معاك، قوي جدا بدنيا. واحنا قلنا قوي بدنيا، سريع في التحاماته في الكور العاليه، واحنا نلعب على الارض ونلعب كوره سريعه ونخطف ونسبق، وحصل. ايه بقى يعني ازاي دخل فينا جون زي ده؟ بص، انت عندك واحد للاسف فيتوريا. هو انا لحد دلوقتي يعني بالنسبه لي هو مش مدرب تعبان، بدليل ان احنا شفنا معاه كوره حلوه اول ما جه المنتخب. بس هو مدرب، ده اول منتخب يدربه
ايوه انا عارف في ده اول منتخب في الكارير حياته، بتاعه في بالظبط حياته كده. كلها. ايوه تمام. فانت بتتكلم في واحد جايبه يدرب منتخب اول اختبار دي في بطوله افريقيا، دي حاجه. الراجل واقف بره كل رياكشناته بتقول ان هو الراجل ده متوتر خايف مقلق مش عارف يعمل ايه. ده بان جدا في التغييرات اللي حصلت في الاربع في ماتشات. التشكيل اللي عمله لاخر ماتش ده. انت امام عاشور اتصاب، معلش هقطعك، امام عاشور اتصاب، تقوم حاطط لي حيطه سد، عزلت نص الفريق ده عن نص الفريق ده. بتلعب بثلاثه ديفندرات، ثلاثه، حمدي فتحي والنني ومروان عطيه، ما فيهمش غير واحد عنده حلول اصلا. يعني مروان عطيه هو الوحيد في نص ملعبنا بعد ما امام عاشور اتصاب، هو الوحيد اللي هيعرف يستلم وظهره لعب للملعب. سته. يلعب ستة، يستلم وظهره للملعب ويلف ويرفع عينه يشوف هيلعب فين، وعنده القدره انه يلعب كرات طوليه يمين وشمال ويلعب ثرو باسز. خلي بالك هو وراح مغيره لما حب يغير عشان عشان نكسب. الانذارات كان ساعتها عندنا راح محمد حمدي التراجع. محمد حمدي بصراحه محمد حمدي باك شمال. يعني بص مش عايزين نتكلم على لعيبه باشا. معينه نشيلها الليله. لا ما انا ما بشيلش حد الليله عشان بالظبط. في ناس برضو جايه على محمود حماده قوي. يا جماعه اولا انا شايف، انا اتفرجت على الكوره كذا مره، الكوره ما كانتش ملعوبه له ولمست راس مرموش وهي رايحه له، فهو كان سبقها، يعني رجليه اللي هيشوط بيها اليمين سبقها، فحب يلعب الكوره برجله الشمال من تحت رجله الشمال، يلعبها بكعبه كده عشان تروح لمرموش او لمصطفى محمد في المنطقه، فخبطت في رجله الثانيه وطلعت اوت. هو الراجل يعني فاهم. وفي الاخر الراجل ده اول مره يلعب دولي، يعني مش اول ماتش طبعا، بس اول مره يبقى بيتاخد في المنتخب في بطوله كبيره. ما هو ما لعبش بطولات افريقيا قبل كده، هو يا دوبك لعب معاه كام ماتش ودي بالظبط، ولعب في التصفيات، قصدي لعب في التصفيات، لعب ماتشات رسميه يعني. بس هو وسنه كبير، فهو خلاص الخبرات اللي كان المفروض تبقى موجوده عنده مش موجوده. انت الناس الوحيد اولا، يعني عايز احيي بجد تحيه من كل قلبي لمصطفى محمد على المجهود الرائع اللي هو عمله في ماتش الكوره. بطل بصراحه. الواد كان بيجري جري اللي هو انا هموت نفسي بس ما اخسرش، انا ممكن يحصل لي اي حاجه بس ما اخسرش. ده حقيقي. طالع من الملعب مش قادر يمشي من كتر ما هو جري، وكان اكتر واحد محروق يعني، اكتر واحد تحسه جازز في الملعب. بالظبط. لا انا قصدي بعد الماتش حتى في وسط اللعيبه كلها تحسه اكتر واحد محروق. ايوه لان هو اكتر واحد عمل مجهود في الاربع ماتشات، هو عمل مجهود في الاربع ماتشات كبير. ده حقيقي. سواء وفق او ما وفقش في التسجيل، بس في الاخر هو تعب، حس ان هو انا تعبت وعملت اللي عليا بس مفيش مردود للاسف. مش موجود خالص. ده حقيقي. فبجد يعني مش عارف اللي فيتوريا عمله ده، ان هو لعب بالحيطه المقفوله دي، عزلت الملعب، ولما حب غير مروان عطيه الوحيد اللي هيعرف يجيب لك حلول. انا تخيلت انه هيجيب تريزيجيه او مرموش هيلعب بيه مكان امام عاشور، وهيلعب بحمدي فتحي ومروان عطيه زي ما هم. ده اللي انا كنت بقول لك عليه. الله يمسيه بالخير. استوديوهات مودرن سبورت بتاعت زمان لما مش فاكر مين، تقريبا كابتن مجدي عبد الغني قال لك عمل تغيير قصب بقصب. دي مشهوره قوي. قصب بقصب دي هو قصب بقصب. هو حرفيا مقضيها قصب بقصب. انا جبت شلت مهاجم حطيت مهاجم، جبت شناوي محمد انزل شناوي احمد، جبت مصطفى محمد نزلت كوكا، حتى لو انا مغلوب حتى لو انا متعادل مفيش حاجه اسمها انا بعمل تغييرات جوه الملعب تغير شكل الفرقه تستغل بيها نقط ضعف الخصم اللي قدامك. مش ما بيقراش الفرقه اللي قدامك بالظبط كده. انت بتبقى نازل متوقع ان الفرقه دي هتلعبك بطريقه، بتلاقيها بتلعبك بطريقه ثانيه خالص، هو مش متوقع الخصم هيلعبه ازاي. فهو لا، انا فيتوريا بالنسبه لي. انت شايفه مكمل ولا شايفه هم اللي انا قريته ان هم المفروض يعملوا معاه جلسه وديه عشان يتراضوا ويدوا له نص الشرط الجزائي، فهو رفض ولسه هيقعدوا يتكلموا. يعني واضح ان الاتحاد عايز يمشيه، بس هل هيعرف يمشيه؟ انت مشيت كيروش، وانا كان عندي اعتراض على مشيت كيروش دي. انا من الاول خالص كوبر. لا انا ما كنتش بحب كوبر بصراحه يا باشا. كوبر الراجل صحيح وصلنا كاس عالم على عيني وعلى راسي، بس انا كورته ما بحبهاش يا باشا. ما بحبهاش خالص. فين الاوتكم ايه بقول لك هو وصلنا كاس عالم، فاينل افريقيا وداك كاس العالم، بس برضه ما رحتوش من سنه 90. كنت بتلعب فيري اجلي فوتبول. ماشي، ما انت يعني حاجه ما تتطقش. يا جوجو انت فاكر مين اللي كان الاسترايكر بتاع الفرقه دي؟ مروان محسن. ايوه مروان محسن.
مع الاحترام مع كامل لمروان طبعا، الاحترام، بس هو خلاص هي امكانياته. انا ما افتكرلوش جون جابه مروان محسن ده. انا مع بصراحه كامل مروان الاحترام. محسن بالنسبه لي هي الكوره اللي فوتها على اساس ان هو اوف سايد وهو مش اوف سايد، دي الحاجه الوحيده اللي بفتكرها له، ما لان انا ذاكرتي اصلا ما هي عامله دي، زي ذاكره السمك، بنسى ما كده. هي دي يا باشا العقليه اللي انت مستنيها بس من احنا مهاجم منتخب مصر احنا الرئيسي. انا وانت انت ما ساعه عندكش، اول كانش حلقه عندك اول حلقه حاجه ساعتها. هنا بطوله افريقيا دي، انا وانت اتكلمنا ان التارجت مان في مصر في ازمه، وبقاله كتير من ساعه ما عماد متعب تقريبا اعتزل، وما عندكش سترايكر تارجت مان اللي تقدر تعمل بيه اللي انت كنت بتعمله لغايه ما جالك مصطفى محمد، ومش في مصر، هو بره. لكن جوه الدوري المصري ما عندكش. عشان كده بقول لك كوبر كان معاه خامه اقل بكتير من اللي موجوده دلوقتي. لا طب ليه يا عم كيروش؟ انا عشان كده بقى نسيته صلاح، كده كان ساعتها منتخب باص لصلاح. هو كان منتخب باصي لصلاح فعلا، انت بالظبط. عندك حق، هو كان منتخب باصي لصلاح، بس هي بالظبط الفكره ان كده. انت هو كان عنده فكره بيطبقها وهي دي، وبعرف اكسب بيها، انا هروح بهجمه هجمتين هجيب جول وهرجع وخلاص شكرا، ده حقيقي. ومحدش هيعرف يحط فيها جوال. وكنت زعلان منه ليه يا عم؟ احنا فرقتنا دايما بتهاجم وجيلنا ايه بعدين. رايك في الهجوم بقى؟ عجبك الهجوم؟ يا عم هو انت كيروش ما كانش بيهاجم؟ لا كروش يا باشا كانت نفس الاستراتيجيه بتاعت لا. كوبر. قدام شويه لا يا كان باشا. عنده تحركات لا يا قدام، باشا، كانش بره يا بيروح باشا. بهجمه، يا باشا ماشي، ما كانش بيروح كان بيروح بثلاثة أربعة خمسة، بتعمل هجمات كروش. بتحسس الخصم اللي قدامك إن أنت موجود، مش موجود. ماشي معاك، بس هو انت طبعا اتفرج احنا ما عادش لينا هيبه خالص يا جماعه يا جوجو. يعني. الناس اللي الماتشات- بتبقى جايه تلعب مصر ما بقاش بيبقى جاي اللي هو يا لهوي هنلاعب مصر، بص لا بقى بص عادي. بص ما تاخدش البطوله دي، لان البطوله دي لا اللي رايح يلاعب مصر خايف، ولا اللي رايح يلاعب المغرب خايف، ولا اللي رايح يلاعب السنغال خايف. كلها يا باشا غينيا بيساو ولا الاستوائيه دخلت شيلت كوتيفوار 4-0 على ارضها، جت بعديها بكام يوم كوتيفوار كسبت السنغال اللي هي ايه الفرقه اللي بتطلع نار من بقها. بس فهي مفيش تفكرنيش بقى يا صاحبي، تفكرنيش مفيش بص يعني البطوله تفكرنيش دي عشان توقعات راحت. معلش انا اسف يا ملك التوقعات. انا جايب 50%، ده انت انا جايب 50% ما اسمعش الصوت حصلت عشان هو سف عليا بره الكاميرا وشكله هيكمل. يا بقول لك ايه، انا جايب 50%، جايب 4 من 8. مهندس زراعي يعني. جايب ماليش فيه، جايب 4 من 8. انا ماليش فيه ده. هي كل انا مش عرفت انا ان هم يخيشوا التخيشه من يا عيله باشا كبيره دي. احنا ما انا على فكره انا اتفرجت على الحال من بعض ما في اول حلقه لما قلت ايوه لي- المربع ده، المربع بتاعنا احنا الاثنين راح في داهيه يا باشا، شكرا راح في داهيه، ضرب فيه فك. ضرب فيه فك فعلا. هو خلينا نرجع لموضوعنا. انا شايف ان منتخبنا يعني اولا من الاول خالص بقى لو هنتكلم، احنا كناش عايزين نفتح في المواضيع دي. انت اصلا اختياراتك للقائمه كانت غلط. انت واخد لعيبه ما بتلعبش مع فرقها زي فتوح، زي مع صبحي، واخد باك شمال يعني مش هيفيدك قوي، مش الستايل اللي انت عايزه اللي هو محمد حمدي. في مين تاني عندك في روبرتو كارلوس مستخبي في جيبك. يا عم هي بص اكيد في، عارف ليه اكيد في؟ كيروش لما جاب عبد المنعم كان في فيوتشر حصل. واقسم بالله ان كيروش ده لو ما كان خد عبد المنعم من فيوتشر والواد تألق في البطوله اللي فاتت لكان الاهلي باعه، وكان زمانه النهارده بيلعب في سيراميكا كليوباترا ولا كان حد حس بيه. لكن هي الفكره ان انت يا باشا في عين بتشوف اللعيب ايه ده، الواد ده ما حدش حاسس بيه، تعالى كده العب هنا، اعمل 1 2 3 اوف، بيطلع نار من بقه. فين بقى العين دي؟ باشا اتفرج على عمر كمال البطوله اللي فاتت والبطوله دي، هو مثلا فرق سنتين هو ده يعني. بيلعب يعني انت واخد واحد بيلعب. اتفرج عليه عشان كان في حد بيلعبه كوره، كان في حد بيحفظه يعمل ايه في الملعب. لكن عمر كمال البطوله دي الكام دقيقه اللي لعبهم دي ازمه لاعيبتنا المصريه، ان انت لازم كل مدير فني يجي يحفظ اللعيب، هتستلم كده وتلف كده وتباصي كده. لا يا جماعه مفيش كده. ما هو قال لك كيروش قال كده، قال لك لازم يتعلموا اساسيات الكوره. قال لك يا باشا الجمهور المصري مستني مني النتائج والكره الحلوه وكل حاجه والدنيا جميله بس هو لعيبه اصلا ما عندهاش اساسيات
استاد كوره. انت عارفين يعني ايه؟ يعني ايه استاد كوره؟ يعني ازاي يستلم، ازاي يسلم، ازاي يستلم تحت ضغطه ويلف، بالظبط. ازاي يرفع عينه ويبص. يرفع عينه مش ماشي باصص في الارض على الكوره عشان خايف تبعد عنه، لا، ما هي دي آفة اللعيب المصري كده كده يعني. هو على فكره الموضوع مش صعب، الفكره مش صعبه، الموضوع مش صعب خالص. يعني ان انت يبقى عندك كواليتي لعيبه. اصل هي الفكره، هل احنا بلدنا ما فيهاش مواهب؟ لا، بلدنا فيها مواهب. ابناء العاملين، ابناء العاملين، بس ابناء كده. العاملين. بس اتفرج على منتخب الشباب اللي حصلت عليه ضجه من قريب، اللي هو ماسكه تقريبا وائل رياض. اتفرج على اسماء اللعيبه اللي في المنتخب. كلهم ولاد ناس. بص، هو انا ما اتفرجتش على المنتخب بصراحه، ما اعرفش اللعيبه دي برضو هي لعيبه حلوه ولا لا، الله اعلم برضه، عشان ما أيوة، اظلمش حد. بس هي الفكره ان احنا ما بنقولش ان كل ولاد اللعيبه ما بتبقاش لعيبه حلوه، لا مش بالظبط. ده بس مش لازم يبقى كل اللي بيلعبوا هم ولاد اللعيبه وبس. مش منطقي ان كلهم درجه اولى ومستويات الكوره يا جماعه مش طول منطقي. عمرها بنجيب اللعيبه من الشوارع. يعني اقول لكم حاجه، حد فيكم بيتفرج على كابيتانو مصر؟ اكيد كلكم بتتفرجوا على كابيتانو مصر. اللي عمله نصوحي ده، هل هو اخترع العجله من جديد؟ لا، هو نزل سكاوتنج تيم، جاب ناس بتلعب كوره في الشارع، في ناس منها عمرها ما لبست جزمه كوره، في ناس منهم دلوقتي بتعمل معايشه في اسبانيا. هل ده معناه ان احنا ما عندناش مواهب؟ لا، عندنا مواهب. انت عايز عين تفرز المواهب، اكاديميات بتعلم كوره صح، بيعلموا الكوره الجديده، مش اللي هو مش جاي ناشئين عشان يكسب وياخد بطولات في الناشئين. انت عمر من الناشئين بنبقى عايزين منهم بطولات. انا عايز من الناشئين ده ان هي يتعلم الكوره ويحتك ويسافر ويلعب بطولات ويطلع مع منتخبه ويلعب مع فرقه، وفي الاخر لما يطلع يبتدي يلعب في المستوى السني اللي هو الشباب والاولمبي، هو ده اللي بيطلب منه ان هو يجيب بطولات ويلعب بقى وينافس على المستوى الدولي كمان، مش على المستوى المحلي. دلوقتي انت تدفع فلوس يا جوجل لو انت ايوه عشان تلعب كوره، عشان تلاعب ابنك كوره مثلا او كده، لازم بتدفع له فلوس وبتدفع له مبالغ مش صغيره. ودلوقتي مع الوضع اللي احنا فيه ما بقاش اي حد عنده القدره ان هو يعمل حاجه زي كده. ففكره ان انت في موهبه تستغلها وتصرف عليها ما بقتش موجوده. فهي لو هتتكلم في ازمات وكوره وناشئين وقطاع ناشئين والكلام ده كله عشان تطلع مواهب، انت محتاج تبدا من الاول خالص. ايوه، ما انت تبدا فعلا من تحت. محتاج تبدا من الاول خالص. لأن هو لا، هو ده الصح، بالظبط. انك تبدا من الاول ما خالص. عندكش مسكنات انت دلوقتي. ايوه خلاص، ما عندكش خلاص. انت الطفره اللي جت مع الكابتن حسن شحاته مش هتتكرر تاني، لان في الفتره دي المجموعه دي كان معظمها بيلعب ناشئين وبيلعب منتخب شباب وبيلعب منتخب اولمبي ولعب بطولات عالم ولعب بطولات افريقيا وكنا اياميها بنلعب حاجه اسمها بطوله افريقيا للمحليين اللي هي الشان مش الكان. الشان دي انت بطلت تروحها خالص، لان انت اصلا ما عندكش محترفين. فانت لو رحت هتلعب بمنتخبك الاساسي اللي هو بيلعب في المستوى الاول، فانت مش عايزه يروح عشان ما تهلكوش. فانت يا باشا الموضوع لازم تجيب من الاول خالص، تهد النظام اللي ماشي ده، النظام البائس اللي احنا عايشين فيه ده لازم يتهد. لا، والا هيتهد على دماغكم. يعني في الاخر لو فضلتوا ماشيين كده هيتهد على دماغكم. وانا بكلم هنا القائمين على الكوره اللي قايمين على السيستم ده، هيتهد على دماغكم واحد واحد. والفكره بقى ان هيبقى بختك يا ابو خيط. ممكن تبقى اللي في السلطه دلوقتي في الاتحاد مش هو اللي موجود، وتتهد على دماغ اللي بعده. يعني انا مش قصدي ان الشخص اللي واقف، المنظومه دي مش هتعرف تكمل كده، هتقع. واظن باين انت بقالك فتره، احنا المفروض ان منتخبنا فيه محترفين اكتر. عندك صلاح واحد من المفروض من احسن 3 4 5 لعيبه في العالم. عندك مصطفى محمد عامل اداء كويس في فرنسا. عمر مرموش عامل اداء في في المانيا. المفروض ان عندك النني بيلعب في انجلترا، بس يعني خلاص النني بيخلص كوره اصلا. يعني هو الراجل بيخلص كوره. هو الراجل قاعد في انجلترا، ما تقوليش بيلعب كوره في انجلترا. هو الراجل دلوقتي هو اخر مره لعب مع ارسنال امتى؟ هو ساكن في انجلترا، ما تقوليش هو لا هو دلوقتي كورة اصلا فاتح اكاديميه، فاتح ماشي نادي، عمل نادي اسمه النني. المفروض انه هيغير اسمه بعد شويه. هو بيزنس مان وهو بس هو اي حاجه غير ان هو وهياخد دورات تدريب وبتاع. هو الراجل بيدور على البوست كارير، بعد كاريري هعمل ايه؟ بعد ما اعتزل انا رايح فين؟ فهو دلوقتي دماغه مش في الكوره اصلا، هو بطل كوره خلاص. يعني فعليا زي ما بيقولوا كده مات اكلينيكيا. هو اكلينيكيا بطل كوره خلاص، ما بقاش بيلعب. بس المفروض ان اوفرول انت عندك كواليتي لعيبه المفروض ان هي احسن، ومع ذلك انت عندك مشاكل تكتيكيه ومشاكل في الافراد في فهمهم. يعني الكوره دي تتبصى ولا تتشاط؟
ارقص ولا اقف على الكوره، العب ثرو ولا العب لونج باس، ارفع عيني امتى، ارقص امتى. ده كلها حاجات كان نفسه يسيب الاتحاد للاخر، بس هو اجبرنا ان احنا ندخله لان هو في قلب المنظومه يعني. واحنا بنتكلم على المنتخب بقينا بنتكلم على الاتحاد ومشاكل الكوره في مصر. فخلينا نكمل كلام في الاتحاد. هنروح فين؟ لازم الوضع يتغير، لازم نبطل اللي احنا بنعمله. الكوره مش هتمشي كده، الكوره مش هتمشي، صدقوني مش هتمشي كده يعني. هو انا بس احنا نفسي ليه اعرف، بنخترع العجله كل مره؟ انا نفسي اعرف بس حاجه، نفسي حد يجاوبني. مم. هو يعني ايه لعيب في معسكر منتخب مصر في بطوله افريقيا؟ يعني ايه لاعبين، واحد اسمه عمر كمال وواحد اسمه محمد ابو جبل؟ يعني ايه في نادي ما في مصر دخل مضاهم واتفق معاهم وكلمهم وايه، وهنديكوا فلوس كذا وهنعمل لكم ده عربيات الفكره في ايه؟ وعقود الفكره في ايه؟ واحنا عندنا تدريبات اصلا النهارده وعندنا ماتش بكره وعندنا، احنا مش فاضيين للكلام ده. انت المفروض اقول لك اصلا انا اللي هيقولوه تليفونك مش في الجماهير. جيبك. انا مش هقول لك اللي هيقولوه المسؤولين، انا هقول لك اللي هيقولوه الجماهير. الجماهير هتقول لك يا باشا انا عمر كمال كان لسه المعسكر هنا، ما كانش لسه سافر، وكان لسه في مرحله التدريبات وانا اتفقت معاه. هتيجي تكلمه على جبل هيقول لك القيد هيقفل، شهر واحد هيخلص، وانا الحارس بتاعي اتصاب. ما هو المفروض حضرتك عندك 4 حراس مرمى، يعني انت عندك على الدكه 4 حراس، جايبهم ايه؟ زينه عشان لما الحارس الاساسي يتصاب تشتري له واحد؟ هو في واحد قاعد واسطه بس. لا جوزته كبيره. وعشان كده احنا عرفنا ان ابو جبل مضى. امال هو احنا عرفنا ليه ان ابو جبل مضى؟ احنا عرفنا ابو جبل مضى عشان اوفا يلعب. اللي هو ايه ده؟ هو لما الشناوي يتصاب بعد كل الهليله اللي انا عاملها لكم هذا دي، مصلحه الحمد لله. ان شاء الله نشوفه بيلعب، يعني ياخد فرصته ويثبت جدارته واحقيته باللعب. يا ابني انا هو احنا النادي ثانيه واحده، هو احنا نكره ان يبقى عندهم جون كويس؟ يعني سيبك من المنافسه اللي ما بيننا، ما هو في الاخر هيقف في المنتخب. فلو انت عرفت تبقى ربع اللي ابوك عمله هيبقى احنا مبسوطين منك في المنتخب، ماليش دعوه بقى في النادي. هيضيع وقت برضه ويغير قانون الكوره. لا بس كان بيصد حلو، صحيح هو مش زي ثابت يا مثلا. باشا يعني الله اعلم بالنيات، بس هو كده كده انا ما شفتش، انا ما اتفرجتش على كوره كتير بصراحه ايام شوبير، بس لا يعني عادي كان ما كانش جون خزعبلي، لا ما بص كانش بص، بيطلع نار من بقه، انت وشفت له عادي. ايوه ما هو بيخش في جوان طبعا. انا شفت، والخرم بتاع انا شفت شوبير وهو بيلعب تونس كتير. تقريبا ولا ايه؟ انا شفت شوبير وهو بيلعب كتير. هي الفكره مش في كده، الفكره في ايه؟ انت كان عندك الاجوان اللي تعتبر اجوان شديده قوي. الحضري، الحضري هو اللي على ليفل ان احنا مستنيين ان جون المنتخب بتاعنا يبقى حاجه اسطوريه. لا قبل الحضري كان فيه زيه ولا بعد الحضري فيه زيه. الحضري كان نقطه فاصله، لان هو حتى لو تفتكروا الحضري في بداياته ما كانش قوي قوي لا هو كده. حاضر لحد بس هو 2004 و2005 بس هو عرف لما هو وقف ومسك فورمه، مسك فورمه عاليه جدا، والفكره انه استمر عليها سنين طويله. يعني قعد له 10 12 سنه ماسك نفس الفورمه، الاجوان اللي بتخش فيه قليله قوي، بيشيل ضربات جزاء، بيشيل انفرادات. الحضري هو اللي علالك الطموح ان دايما يبقى عندك حراس اقوى من كده. بس عموما اللي حصل طبعا ده فضيحه، ان حد يمضي وانت في المنتخب وتتصل وليله الماتش، ليله الماتش. يعني انا بكره راح كارثه العب. كارثه والله. يعني انا وانا واقف دلوقتي في الماتش هبقى بفكر في ايه؟ في الماتش اللي انا هلعبه، ولا في الجماهير؟ جماهير الزمالك هتعمل معايا ايه؟ وجماهير الاهلي هتشيل عني ازاي؟ هيعملوا معايا زي امام عاشور ولا لا؟ طب افرض ما بقتش جون حلو، طب لما الشناوي يرجع من الاصابه همشي ولا هقعد؟ طب هعرف اكمل بعد ال6 شهور؟ كل ده كان جوه دماغه، كل ده كان جوه دماغه. فكره ان هو مش مركز، مش مركز. هو بس كان في تقريبا مشكلة عنده ناحية الشمال، فهو كان بينط يمين، كله يمين، يلا بينا كله يمين. مش فاهم يعني ايه كله المشكلة. يمين. ويوم ما فكر يقف في النص ماتش ادخله في هو ما نقصش، ما هو وقفش في النص. هو بقى هي الفكره ان هو واقع في النص، كان ما وقفش بينط في النص. قبل ما اللعيب يشوط الكوره، فكانت بتروح هو لعيب بسهوله جدا. انت في واحد يا ابني اداها له بطيئه في نص الجون، اللي هو لو دخل الحقها يالا. يا ابني انا بعد الجون الاوت اللي دخل فينا ده، انا خلاص اللي هو ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي يخش فينا جون كده؟ ده كان قلة تركيز. بالنسبة لي الجون ده كان قلة تركيز، فضيحة.
هرجع تاني. البطوله كلها فضيحه. يعني هرجع اقول لك بقى، عشان يعني عايز يعني اقول لك مصر الحته تخش في دي. 7 اجوان انا عايز 4 اقول لك ماتشات. الحته دي، وعايز اطلع منها برضو على يعني اقيس بيها نفس الكلام على المنتخبات العربيه، اللي هي حته ان احنا المنتخب عندنا على مستوى الافراد ما كانش اوحش حاجه. يعني ممكن ما تلاقي كانش احسن حاجه وما كانش اوحش حاجه، ماشي معاك. يعني ما كانش اوحش حاجه على المستوى الفني. يعني لو هتتكلم على مستوى الروح والحاجات دي كلها، لا كان في كذا لعيب، اكتر من لعيب، لا طلعوا كل اللي عندهم. انا معاك. بس محمد هاني يا عم اللي احنا انتقدناه في اول ماتش، بالظبط كده. الماتش الاخراني يا عيني كان مموت حقيقي. نفسه، حصل. لحس النجيله، من اكتر اللعيبه اللي عملت مجهود لحس في النجيله اخر ماتش. في اخر ماتش الكونغو. فاللي انا عايز اوصله لك ان انت المنتخب على مستوى الافراد ما كانش اوحش حاجه، بس ما كانش فيه اي جمله، لا ما كانش بس فيه اي حاجه، ما ايوه كانش فيه اي شكل، انت ما ما كانش فيه تقارنش، انت ما اي. تقارنش نفسك بالمنتخبات العربيه بعد اذنك. لا ما لان انت بص، منتخب تونس عندها مشكله في اللعيبه، ما عندوش خلاص لعيبه واداره ومنتخب، فهو فني عندهم نفس المشاكل اللي عندنا في الاداره، في الاداريات والمدير الفني والكلام ده. بس الفكره ان تونس على مستوى الافراد خلاص المنتخب عجز يا باشا. تونس من وما عادش عندهم كواليتي. حتى لو تاخد بالك التوانسه المحترفين بره قليلين، مش زي المغاربه، مش زي الجزائريين. منتخب الجزائر على النقيض بقى تماما، عنده افراد على مستوى عالي جدا، وعنده اداره فريق. جمال بن ماضي المفروض ان هو استقال خلاص، الزهوه بتاعته راحت. انا كنت عايز بس، واحنا بنتكلم على تونس، كانوا امبارح منزلين الاتحاد التونسي، منزلين بيان. الجمعيه التونسيه، الجمعيه بالظبط كده، كانوا منزلين بيان. احنا يا جماعه على يعني لو حد عايز يدرب منتخب تونس برجاء ابعتوا لنا السيفيهات بتاعتكم. لا يا راجل، اعلان. تخيل الكارثه، تخيل إعلان. الكارثه. طب منزلين بيان فعلا بيقولوا الناس برشا اشبك. بالزاف دي مغربي. لا نلعب من اجل العرب، احنا نلعب من اجل بالزاف. وخد بالزاف على عينه، هو خد بالزاف على عينه. لو كنت حطيت لسانك في بقك يا عم وليد يا رجراجي كانت الموضوع عدى. اهو دلوقتي ركبت نفسك المرجح، اي حد نفسه يسف عليك حتى لو كان بيشجع المغرب هيسف عليه. ويا عيني يتسف عليه من مين؟ من يعني ماشي، ما لقيتش غيرنا يا ابني. انت سالت علينا يا ابني قبل ما تعمل كده؟ حد قال لك المصريين بيعملوا ايه في المصريين لما هيعملوا ايه في المغاربه؟ يا عم ما تخسرناش الناس. اللي صعب عليا اكتر منه راح قال لك ايه بقى؟ قال لك انت لا كسبتها بتضييع الوقت ولا بجون ولا من غير جون ولا اي حاجه، ولا من غير تضييع. وانا قلت في الاول لا تعايرني ولا عايرك يا عم، طيرني طيب. بس برضو هرجع واقول لك المغرب الاصابات اثرت عليه. اصابات ايه يا جوجو؟ انت عايز تقول لي ان 2 لعيبه هو بوفال وزياش يا ابني، زياش مع المنتخب غير خالص يا عم. بس هو انت عايز تقنعني ان رابع عالم، منتخب رابع عالم وعامل اداء يعني مش تاريخي في كاس العالم اللي فاتت، اللي هو من كام شهر، مش هقول لك من 5 سنين فاتت. أيوة. عايز تقول لي ان هو يجي يحتاس في افريقيا؟ ايه يا عم في ايه؟ لا طبعا الموضوع ملوش. الراجل صعد اول مجموعته ووقع في ماتش. وقع في ماتش، المدير الفني لعب ماتش وحش، اختار اختيارات غلط، ما عرفش يعوض الاصابات. بس وفي نفس الوقت الحظ لعب معاه لعبته، جات له ضربه جزاء يتعادل بيها، حكيمي اللي احسن واحد باك يمين في العالم ضيعها. حظه وحش يعني. في الاخر الكوره يا جماعه فيها توفيق وعدم توفيق من عند ربنا، وهو ما كانتش مكتوبه له، هي حط الكوره طلعت بره. بص هو عايز اقول لك حاجه، هو لعب الكوره حلو، رمى الجول في زاويه وحط الكوره حلو، بس اداها قوه زياده قوي، عافيه زياده قوي، طلع في العرض. عشان كده كنت عايز الكوره دي لو كانت دخلت ما كانش هيخش فيه الجول الثاني. من المنتخبات العربيه كلها هو المنتخب الوحيد اللي ما يتقلقش عليه كمستقبلا في المستقبل القريب. يعني هو المنتخب المغربي اكتر منتخب هو ثابت، اكتر منتخب مستقر كمان فنيا وعلى المستوى الافراد وعلى المستوى الفني هو مستقر، ده ما يتقلقش عليه. تعرف تبني عليه بسرعه، تجيب لعيب 2. عايز مهاجم بس كويس لان نصيري بيضيع كتير، فانت محتاج مهاجم بيخلص من نص فرصه، وعندك كام لعيب هيرجعوا مكانهم، وهتلاقي منتخب المغرب بياكل اخضر واليابس، على عكس منتخب زي تونس. ده محتاج يبني من تحت خالص. تونس على عكس واحد منتخب زي منتخب مصر، انت محتاج تبني من تحت خالص. يمكن الجزائر يعني بين يعني، ويمكن مصر برضو عندها كام حاجه تقدر تبني عليها، برضو ما تقدرش على مستوى الافراد. يعني لو هتتكلم على منتخب، لا لسه عندنا كام فرده تقدر تبني عليها. بس لا تونس بصراحه بنتفرج على نفس
يعني تونس بقالها المساكني كتير المساكني ده انا بتفرج عليه من وانا في ثالثه اعدادي مثلا، فاهم؟ مساكني بطولات افريقيا بيلعب عشان كده بقول لك يونس يعني فعلا هو الموضوع بالنسبه لتونس هو هو اصعب واحد فينا اصعب واحد فينا اصعب واحد كعرب. فينا هو تونس. بالظبط كده. فيعني ربنا يسهل وان اما شاء بالنسبه الله. برضه عشان ما نبقاش نسينا كل العرب، منتخب موريتانيا يا جماعه، آه. ده هكرر تاني، موريتانيا بلد عربي. يعني آه. اكتشفت ان فعلا في ناس ما تعرفش ان هي بلد عربي وبيتكلموا عربي. ده الوحيد اللي عمل انجاز في البطوله دي. ده بالنسبه له هو عمل انجاز، صعد لدور ال 16 لاول مره وعمل ماتش مش وحش، خسر صحيح بس عمل ماتش مش وحش في الاخر. بص هو اوفرول اللي هو بيعمله ده حقيقي. ده بقى منتخب بنى وفي حته تانية خالص، ده بيعلى لسه جاي في السكه. انا كله في حته زي الشناوي. لا ده في حته ثالثه، الشناوي بقى في حته ثالثه دلوقتي. لو كده مقلق عليه والله. لا ما تخافش موريتانيا يا جماعه، موريتانيا تمام، ما راحوش لسه هناك. فبقول لك، فانت عندك يعني البنى في منتخب زي الجزائر مثلا هيبقى اسهل من تونس شويه، وانت طبعا هتبقى اسهل من تونس شويه. تونس فعلا منتخب عنده مشاكل كتير على مستوى اداره الكوره عندهم عموما، وحتى انديتهم كيرفون بينزل. احنا لسه انديتنا ما غطستش الغطس ده، فاهم؟ المغرب زي ما قلنا هيتبني عليهم بسرعه وهيرجعوا بسرعه، فيعني اخواتنا المغاربه دي مغرب جاي وهيعمل بطولات حلوه. بس مش ملاحظ ان المنتخبات العربيه عموما في بطوله افريقيا لما بتبقى في دوله افريقيه بالذات لو حر ما بيعملوش اداءات خالص؟ محدش بيعمل، مفيش، هي غير مصر هي اللي فلتت من الكمين ده بس. يعني بس ايه، ما احنا لازم نفرض نفسنا ولازم نقول لكم. مصر 2010 انجولا، 2008 غانا، 98 بوركينا فاسو، هتروح على قبل كده مفيش. هم البطولات اول واحده خالص اللي كانت في اثيوبيا او السودان مش فاكر. بالظبط. فهو انت بتتكلم، فهو مفيش غير منتخب مصر. باقي الفرق العربيه هتتكلم في المغرب بيخايش على طول بوم. يعني المغرب بس هي المغرب البطوله الوحيده اللي واخداها كانت سنه 76 والكلام ده كان في اثيوبيا. فمش برضو يعني اثيوبيا ايه، مش الاجواء الافريقيه اللي احنا مش زي غرب افريقيا. هي اجواءها تانية، اللي هي هي عاليه عن سطح الارض فالاكسجين قليل شويه. بالظبط. فمش نفس الاجواء، الرطوبه العاليه والحر المبالغ فيه. ما فيش. تونس البطوله اللي خدتها الوحيده في تاريخها هي كانت بتاعت 2004، كانت على ارضها. هتلاقي الجزائر واخده بطولتين، 90 على ارضها و2019 هنا في مصر. مفيش حد عمل حاجه. واحنا قلنا الكلام ده لو واحنا نفسنا بنعاني على فكره. انت كسبت كذا بطوله بره بس انت برضه يا باشا، ما انت يا باشا من الكاميرون البطوله اللي فاتت وصل فاينل. البطوله بطوله 2017 كانت في الجابون، وصلت فاينل. لا انت ما عندكش مشكله في الحته دي، بس هي واضح ان هي مشكله في يعني في الفرق او المنتخبات العربيه ما بتشوفش منهم اداء. وعلى فكره احنا الكلام ده بخص المغرب برضو، ان احنا لو تفتكر في الحلقه اللي عملناها قبل البطوله اتكلمنا على المغرب ان هي الثقه الزياده الراجل ده قال كده. ايوه يا باشا، قال لك ممكن الثقه الزياده تاثر عليه. بس هي صحيح يعني ممكن تقول اثرت بشكل ما بس مش قوي، لان الماتش اللي هو خرج من، لان هو لما كان بيلعب في المجموعات لا كان محترم اللعيبه الفرق اللي بيلعبها وعمل حسابه وعرف ياخد 7 نقط ويصعد اول مجموعته. بس زي ما قلنا التوفيق وعدم التوفيق هي ما مشيتش معاه. بس عموما لو هنلخص مشوار المنتخبات العربيه، تونس تاخد 0 بامتياز، الجزائر 0 بامتياز، مصر هتاخد 1، المغرب هتاخد 2. يلا بس ده من 10. اظن رغينا كتير وطولنا عليكم انا ما عنديش حاجه تانية اقولها. كان يعني الحلقه ما اتصورتش بعد الماتش على طول، كان الواحد متعصب جامد وما كانش هينفع يتصور بعد الماتش، فاستنينا يومين 3 كده الواحد يهدى، هو يهدى وانا اهدى ونعرف نصور. اتمنى ان الوضع يتحسن عن كده، وما تستنوش تحليل تاني للبطوله دي. البطوله دي بالنسبه لنا خلصت، انا مش هحلل فيها ماتشات تاني خلاص. ومش استنونا بقى في حلقات تانية جايه كتير، محتوياتنا هترجع تاني، هنرجع تاني نتكلم في دوري انجليزي، في دوري اسباني، ريال عامل اداءات، جيرونا عامل اداء، ارسنال بيحاول، مان سيتي بيقاوح، الزمالك قادم كالعاده. هنتكلم عن الدوري المصري، هنعمل لكم حلقه كده نشوف الدوري المصري عامل ايه، وانتقالات محتاجين طبعا.
هيبقى في حلقات جايه كتير، فاستنونا وتاكدوا انكم عاملين لايك واشتراك ومفعلين زر الجرس. سيبوا لنا رايكم في الحلقه دي في الكومنتات، واكتبوا لنا رايكم محتاجين حلقات ايه، نعمل حلقات ايه، اقترحوا علينا لو في حد في دماغه حاجه يكتبها في الكومنتات. واحلى مسا عليك يا سيحو، واشوفك في الحلقه الجايه. وما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.